رئيس الحكومة اللي هو هذا اسمه حسين روبلي متخانق مع الرئيس الصومالي، ده خناقة علنية يعني. فهناك رواية تقول إنه هو الذي أرسل لجيبوتي وطلب منهم أن يحتجزوا فهد ياسين وألا يعود إلى الصومال. وهذا أغرب أغرب أمر شاهدناه في التاريخ، يعني إن حكومة تمنع مواطن من العودة لأرضها إذا كان المواطن مرتكب جريمة فيحاكم على أرضها. ده بل قاعدة في القانون الدولي كله إنه الدولة لا تسلم مواطنيها لأي دولة أخرى. يعني حتى في عهد حسني مبارك في مصر الفاسد المجرم، لما رجل أعمال هشام طلعت قتل في دبي سوزان تميم، مصر لم تسلم هشام طلعت للإمارات أصلا، حكمته على أرضها، لأن الدولة لا تسلم مواطنها لأي دولة أخرى. لكن في الصومال العجائب والغرائب أنه رئيس الحكومة يقول لدولة أجنبية احتجز المواطن بتاعنا عندكم. طب تحتجزوا ليه؟ طب ما انت رجعوا الصومال. ده السيسي يا راجل رفض يسقط عننا الجنسية، لأنه لو أسقط عننا الجنسية المصرية هتكون النتيجة أنه لن يستطيع أنه يطالب بعودتنا مرة أخرى يعني. المهم لأنه هنبقى خلاص أجانب، فهو لا متمسك أنه يبقى لنا الجنسية المصرية. المهم فكل دول العالم بتطلب أن مواطنيها يكونوا عندها وتحت يدها، إلا رئيس الحكومة الصومالية قال لك لا نريد أن يعود. طب ما يعود، ولو أنت عندك حاجة اعلن.